مش هتصدقوا ايه هو سر سقوط محمود جاد المتكرر يا جدعان، حارس مرمى المصري امام النادي الاهلي النهارده، ورساله محمود جاد لكل جماهير النادي الاهلي، وكلام خطير جدا جدا قالوا بعد انتهاء اللقاء يا جدعان. هقول لكم عليه دلوقتي، بس في البدايه لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تابعني واعمل لايكات كتير واكسب اكتر على الفيديو ده عشان يوصل لكل الناس. طبعا كلنا زي ما شفنا النهارده ان محمود جاد وقع على الارض اكتر ما شال كور من الجون، فضل كل شويه يضيع في الوقت ويقع، يضيع في الوقت ويقع يا جدعان، الامر اللي استفز كل جماهير النادي الاهلي، واللقاء انتهى بالتعادل نتيجه تضييع الوقت اللي شفناه من محمود جاد يا جدعان وسقوطه المتكرر على الارض. ولكن بعد انتهاء اللقاء محمود جاد كان بيكشف سبب سقوطه النهارده المتكرر يا جدعان، وبيقول ان كابتن حسام حسن هو اللي كان بيطلب مني كده. كابتن حسام حسن كان بيشاورني من على الخط كل شويه يقول لي اقع عشان اهدي اللعب واضيع وقت. ولكن انا عندي رساله مهمه جدا احب اوجهها لجماهير النادي الاهلي، انا بعتذر لكم عن سقوط المتكرر، ولكن دي كلها كانت اوامر من كابتن حسام حسن، وان انتوا اعظم جمهور والنادي الاهلي